مسلسل ديني بعنوان نساء خالدات. وكنا قدمنا هذا العمل في جو جميل، جو عائلي جميل جدا بإذاعة سيدي بن عباس. ونوجه لهم تحيه خاصه لكل مستمعي ولايه سيدي بن عباس، والاستاذ جوجل ولي حيلي تحيه خاصه. وانا تبان لي باللي الاعمال يعني المسرح الاذاعي عنده طابع خيالي، طابع جمالي، سحر، فيه نوع من الابداع. يعني كي تدخلي الاستوديو تقعدي تسجلي، وعمل ماشي سهل، لكن انك تخلي يعني الجمهور او المستمع يعني يتبعك ماشي شيء سهل. يتبعك يعني انه راكي تسجلي في الاستوديو، بعدين يحطوا الموسيقى، وبعدين يحطوا المؤثرات الصوتيه، ومن بعد كي تسمعي روحك في الاذاعه يعني وكانه يعني عالم اخر. والحمد لله كل الاعمال الاذاعيه نالت اعجاب المستمعين، وهذه هي. وتنقلك الى يعني التمثيل في المسرح يعني شيء يعني زاد من يعني قدراتك يعني وشخصيتك الفنيه. احكينا على التجربه تاعك في المسرح يعني، والشيء اللي يميز اكيد التمثيل الاذاعي التمثيل المسرحي، لانك في التمثيل المسرحي تلاقيتي مع الجمهور مباشره، ربما الشيء اللي يخليك تبدعين اكثر. التمثيل المسرحي واحد وميزته يعني التمثيل الاذاعي راح تكوني في الاستوديو، واذا غلطتي يقدروا يتجاوزوا يعني الغلط، ولكن التمثيل على خشبه المسرح يعني ممنوع منعا باتا انك تغلطي. واذا غلطتي لازم تعرفي كيفاش تكاموفلي هذيك الغلطه، لانه راح يكون اتصال مباشر مع الجمهور، والجمهور راه معاك في كل دقيقه وثانيه وانت راكي تمثلي فيها على خشبه المسرح. يعني الغلط ممنوع. سي بور سا في المسرحيات بوكو بليس نبدو فيها يعني فتره التدريبات تكون مده شهر شهرين، يعني دي فوا توصل الى غايه 3 اشهر، لانه يعني لازم تكون في تدريبات كبيره باش نقدموا عمل فني جميل وراقي، وانه ما نغلطوش فيه. يعني كل واحد يكون متمكن من الشخصيه نتاعو، من تقمص الشخصيه اللي راه يؤدي فيها. سي بور سا انه المسرح هو ابو الفنون، وهو صعب جدا. يعني الخشبه صعب جدا انك تتقمصي فيها الدور، لازم تكوني متمكنه وتكوني عارفه واش راكي ديري، وتكوني انك الحاجه الاولى انك تحبي خشبه المسرح. يعني الخشبه اذا ما حبيتيهاش ما تقدريش انك تتمكني تقمصي اي شخصيه من الشخصيات اللي يعطوها لك في اي مسرحيه. يلا فنانه محمد رباح نقولوا له معنا تحب خشبه المسرح. كنت نعشق بزاف المسرح، زعما كنا داير نروحوا لوبيرا